طيب يا دكتور، اول بقى ما البيبي او الطفل يبدا يظهر عليه اعراض ان هو عنده برد، تمام. بنلاقي الامهات تجري تدي ادويه، اه يلا مضادات هنا بقى في حيويه. خطأ شائع بتاع المضاد الحيوي. نعمل ايه بقى يعني؟ آه، ننصح ونعمل ايه الصح؟ مفيش نصيحه في العلاج، يعني انا ما انصحش الامهات تاخد علاج ايه، لان العلاج بيختلف حسب الحاله، ودي خطأ شائع ان الامهات بتفضل تجرب ادويه وبعد ما الحاله تتدهور لان هي خدت علاج مش مناسب فتلاقي الحاله اتدهورت. هي بالنسبه لها العرض متشابه، يعني انا ممكن يكون عندي 10 اطفال بيكحوا، ال10 هياخدوا علاجات مختلفه، ما بين طفل هياخد علاج بسيط جدا، ما بين طفل محتاج مضاد حيوي، ما بين طفل محتاج كورتيزون وجلسات، ما بين طفل هحجزه في المستشفى، وكل دول بيكحوا. بس الاختلاف كل فين؟ في كحه التشخيص. ليها ده تشخيص بيكح مختلف. عنده التهاب شعبي، وده بيكح عنده حساسيه، وده بيكح عنده التهاب رئوي. دي الامراض ودي العرض، العرض كله مشترك واحد اللي هو كحه، انما المرض ايه؟ حاجه مختلفه، فالعلاج ايه؟ مختلف. انما الام عاده بتشوف روجيتا قديمه او تسال صاحبتها او لا، ده تسال على الامهات الجروبات دلوقتي بقى حاجه مختلفه، على الجروب على النت الامهات. بالظبط، انا ابني عيان اديله ايه فتجرب. لا، واللي بيطلع لهم بقى حاجات في جلدهم وحساسيه، بالظبط. يعني دي حاجه. الامهات بتنصح ان الدواء ده ريح ابني، فتنصح بيه الاخرين، هو ريح ابنك انت بس. الام بتبقى نيتها خير. هو ريح ابنك انت بس، اللي الدكتور شخص ان الحاله دي علاجها كذا، انما مش مناسب لكل الاطفال اللي بيكحوا او مش مناسب لكل الاطفال اللي سخنت. فهي المشكله ان تشابه العرض لا يعني تشابه التشخيص والعلاج. ممكن العرض بالظبط. هو ولكن انا التشخيص ممكن 10 مختلف سخنين تماما. علاجات مختلفه. 10 بيكحوا، كل سخونيه ليها طفل سبب بيرجع مختلف. بالظبط، طفل بيرجع ده هياخد دواء ترجيع وده هيحاول يعمل عمليه، لان يا هنا الله. سبب الترجيع مختلف.